السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو عن الجد والجد. يعني الفيديو ده عن جد أم الأب والجد أبو الأب. الفيديو ده هيبقى عن كده، هيحكي عن كده، يعني إن الجد وأم الأب يعني بتبقى في منزلة الأب بالظبط. لما الأب يتوفي بتحادي على أولاد ابنه، وبتاخدهم في حضنهم وبتحميهم وبتربيهم وبتفضل معاهم لما حتى تجوزهم. يعني انا فيه مثل، يعني مثل قريب، يعني واحدة حادت على ولاد ابنه وجوزت منهم واحدة ولسه معاها لسه عيال يعني، وهي اللي هتجوزهم ان شاء الله، ربنا يطول في عمره. والفيديو ده عن الجد، عن الجدة وحنان الجد وحنان الجد، الجد الطيب والجدة الطيبة اللي بيحموا ولاد الأب ولاد الابن. أما الابن يتوفي أو الابن يكون مثلا عمل حاجة والسجن ولا كده، وهم بياخدوا العيال أولاد وبيحموهم بيبقوا بيبقوا الدفا، هما الدفا بتاعهم، وبيحموهم بيحافظوا عليهم. والمهم أهم حاجة بيحافظوا عليهم وبيحموهم وخلوهم يكملوا تعليمهم وبربوهم. يعني بتبقى تربية على قد، ممكن يكونوا على قد العيشة بتاعتهم، هم ناس يعني على قدهم، هماش غنيين ولا حاجة، بس هم بيقدروا مع ان هم يشتغلوا ويربوا الأطفال، وما بيسيبوهمش مشردين في الشوارع، وبربوا الأطفال يعني بيخلوا بالهم من العيال لما يكبروا ويمارسوا حياتهم ويروحوا تعليمهم. وفي الأجازة بيروحوا يتعلموا صنعة، بخلوهم يتعلموا صنعة تنفعهم برضو. الصنعة بتنفع الشاب في الصيف بعد المدرسة، وما يخلص حتى مدرسة وما يكونش فيه شغل، بيبقى بيطلع بيروح يشتغل من الصنعة في الصنعة بتاعته اللي هو اتعلمها وبتنفعه. اما يكون الجدة عايشة والجد عايش وما فيش، والام في الام بتتجوز وبتسيبهم، وفي الاب بموت وبسيبهم، وفي اب بسيبهم حتى والجدة هي اللي بتربيهم. دي الفيديو دي عن الجد والجدة، هما اللي بحدوا على الاب، على ولاد الابن، وبربوهم وبعاشهم وبربوهم احسن تربية، وبيطلعوا دكاترة ومهندسين، وبيطلعوا ما شاء الله عليهم على تربية الجدة والجد. لو هم طيبين ويحبوا ولادهم، ما بيسيبوش ولاد ابنهم لحد، اللي هم اللي بياخدوهم وبربوهم. وهم وفيه مثل عندي عمي، انا ليا عمي واخده ابنها مات، ابنها مات وامه متجوزه، وهي اللي واخده الواد وبربياه ومحديه عليه وما شاء الله عليه وخايفه عليه من الهوى الطاير. يعني الجده ما شاء الله على الجده اللي ام الاب ديت والطيبه بتاعتها، وما شاء الله ربنا يبارك في كل جدي وفي كل جد، ويصبرهم على موت اولادهم وعلى فراق اولادهم، ويبارك فيهم ويخلوهم للعيال الايتام اللي بربهم يا رب، وما لهمش بركه، اللي هم بربهم احسن ناس. والله 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 ان ليا، يعني ليا حد بت... لو شويه لب بتعين شويه اللب، لما هو يجي تديهم له، ما تعينهم متخبيهم، لما هو يجي تطلع شويه اللب ليه دولت اللي هي عيناهم وتديهم له تاكلهم له، وخايفه عليه ومحافظه عليه واخداه في حضنه. ربنا يطول في عمره يا رب لما تربيه لاخر ما يتعلم ويبقى راجل. ويا رب كل جد يخليها وتحافظ على ولاد ابنه وتربهم أحسن تربية وتعلمهم أحسن تعليم، ويبارك في كل جدة يا رب. وده الفيديو عن جد والجدة، أم الأب وأبو الأب. لازم يحافظوا على أولاد ابنهم ويحافظوا عليهم، وملهمش بركة اللي هم، ويسيبهمش يتربوا في الشوارع، ولا يسيبهم لجوز الأم يربيهم. مفيش احسن من الواحد لو ربى، هو اللي يربي ولاد ابنه عشان يتربوا تربية حلوة وتربية ما شاء الله. لكن جوز الام عمره ما هيربي زي ما هيربي ولاده. هيبقوا مهما كان دولت ولاد مراته، مهما كان ما يبقاش حد قلبه عليهم وخايف عليهم، ولا جدتهم وجده،
وده الفيديو دي عن الجدة والجد وولاد الابن. ربنا يبارك في كل جدة وكل جد، ويخليهم ويطول في عمرهم يا رب، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.